السلام عليكم يا حبايبي. اخباركم ايه؟ انتوا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. إيه، احلى اخوات، احلى متابعين. وحشتوني قوي، بحبكم قوي. ورجعنا بقى من الاجازه بتاعتي من عند خالتي. وهنرجع لشغلنا بقى. اللهم صل على النبي وصلوا على النبي كده يا حبايبي. وخليكم معايا، وبحبكم قوي قوي، وحشتوني والله. بحبكم قوي قوي. خليكم معايا في الطريق. دي طريقي كله، انا قلت اصور لكم الطريق كله من عمان للرصيفة. وتشوفوا عمان وتشوفوا جمال عمان. ما شاء الله عليه. ما شاء الله على عمان، جميلة جميلة قوي قوي. يا رب اكون خفيف على قلوبكم، واكون مش تقيلة على قلوبكم. وخليكم معايا ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم وانا بنزل لكم الاكلات اللي عند خالتي، اكلات اردنية وفلسطينية ومصرية. كل شوية بنزل ومعلش مش كنت بعمل صوت عشان يعني مش كنت يعني فاضية قوي اعمل الصوت يعني عن الاكلة ولا كده يعني حبايبي. فبحبكم قوي، وحشتوني. هنرجع تاني بقى ان شاء الله للطبيخ بتاعنا، السمك والكشري واكلتنا المصرية. في الرصيفة طبعا انا مروحة. فخليكم معايا شوفوا جمال عمان ومن عمان للرصيفة. شوفوا الطريق معايا حبايبي. ومش تنسوا اللايك ولا الاشتراك للقناة حبايبي، عشان قناتي تكبر بيكم. يا احلى اخواتي. بحبكم قوي 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 قوي، وحشتوني. خليكم معانا في الطريق. عدم المؤاخذه يعني ابو الحاج درويش، انا ديك النهار سمعت الحاج عبد الخالق الجور بيقول لنا سايبه. انا هدفع من جنيه ل1000 واخد الفدانيه. يدفع من جنيه ل1000؟ ده راجل مهياص، سيبك منه. وكتاب الله المنزل كان بيتكلم جد. طب ما هو جه واتفق معايا وادي وش الضيف. يعني ما انا اقول لك على شيءانا سمعت نسيبه بيقول له فضك من دسير وابعد عن الشر وغنيله كده. وقال له ايه بقى الحاج عبد الخالق الجورني يا هلا يا طول؟ بيتلفت وراه كده يا ابو الحاج درويش، لقاني في وش راح متوت وساب وخاف ووشه اصفر واخضر كده زي ما كنت ضبطته عامله ابو الحاج درويش. على كل حال الجورني ناوي يشتري فيها. الله. طب وايه اللي منعه يا حاج؟ الجورن راجل حنوت. ده ماسك على القرش يا ابو الحاج درويش. القرش يطلع منه بخلع الدرس. ما هو البهش ده سيبك منه. هو ناوي يدفع 400 جنيه في الفدان. 400 جنيه؟ في حد في بلدنا يحتكم على 400 جنيه؟ الله. وما بعتلوش ليه يا حاج؟ يعني انت موافق يا سيد؟ انا سألت اخواتك وقالوا موافقين. انا موافق يا حاج، والمصيبه ان انا دلوقتي محتاج الفلوس انا الاخر. لكن انا بقى تقلان عليه. لو ارفع القيمه ل 450 جنيه للفدان، امال ايه؟ دي ارض عافيه وتمنها فيه. والله عندك حاج، ارض ملهاش زي بصحيح. الله يرحمك يابا. طب 3 بالله العظيم 3 يا حاج. اني الارض دي طالعه من عيني، بس اعمل ايه؟ اهو كل شيء جسمه ونصيب. بس كان لازم المرحوم والدي يراضي اخواتي قبل ما يموت. اهلا يا حاج، اهلا يا حاج، اتفضلي يا حاج اقعدي. يعني انت يا سيد يا ابني موافق على البيعه ب 400؟ المضطر يركب الصعب يا ست الحاجه. بس انا لازم اوصل السعر 450. كلامك امر يا درويش، واني بقى عندي اللي يشتري بحكم درويش. ايدي على كتفك يا حاج. طول بيه. نعمين يا ام.
هات يا ابني الدفتر والقلم وتعالى. عيني. ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه. هتفهم حاجه. هو امور يا ست الحبايب. اكتب. انا عايزه عقد بيع بفدانين ارض. ومال بيعة الهنا باذن الله. بس يا ترى بقى مين البايع؟ سيد بسطويس الجنايني. وماله ونعم الناس. ومين المشتري؟ الحاج محمود عكاشه واولاده. ألا معقولة يا حاجة؟ الحاج درويش؟ طب كنت قولي، ده احنا اهل، كنت ريحتك في السعر يا حاجة. ايوه ماني عارفه اني كنت اقدر اخد الارض بالشفعه، لكن بقى الحاج درويش امر بالزياده، ولما الحاج درويش يؤمر محدش يقدر يكسر كلامه. مالك يا درويش؟ سيبيني في حالي يا مريم وخليكي في حالك. اهي بجاني لما اكون زعلانه تقول لي مالك يا مريم، شايله الهم على نافوخك ليه يا مريم، وما تسيبنيش انام الا لما اضحك وافشخ ضبتي، ولما تكون انت زعلان تقول لي سيبيني في حالي. لا، ما بقاش مريم مرات الحاج درويش لو اخليك تنام كده وانت مهموم. في حاجات ما تتحكيش يا مريم. ما فيش جنس شيء ما يتحكيش، واللي انيها ما شاركتكش همومك ما فيش داعي منه. على رأي امي لسانك متبر منك. ما بقاش مريم. عايزه ايه يا مريم؟ احكي لي، فضفض عن جنابك وخيبن عليا، ما سيبك تنام الليل الا وانت اسعد راجل في البلد كلتها. اها، قول لي بقى مين اللي مزعلك؟ امك؟ يا اخويا امك مزعله البلد كلتها منها، بس في اخره المتمه هي امك برضك. الست فاطمه ثعلبه كبيره الدار، كلمتها سيف على رقبه الجميع. ايه مش انت اللي بتقول لي الكلام ده؟ زعلان من حد تاني ما تساويش. مين يسجي زعلاك؟ ها؟ إلكش بقى تكونش زعلان منني؟ ايه بكيفك تنام وتديني ظهرك وما تحطش منطق. غلبتيني يا بنت ابو صفيحه. اها، ما كنتش اتجوزتني ولا كانت فاطمه ثعلبه دخلتني دار العكايشه ابدا. قول بقى، قول بقى يا درويش، قول زعلان من إيه تحب تقول وانت عندك، ولا تيجي تتجعس على السرير يا وتقول بنت لي بس بقى يا بنت، انت ما تعرفيش تقعدي ساكته ابدا. لكل عقدة ولها حلال، وكل وجعة ولها كومة. رغم الظروف وعناد الحال، ما تجابش ثعلبة مهمومة. لكل عقدة ولها حلال، وكل وجعة ولها كومة. واللي زمن للزمن اتشال، واللي زمن للزمن في وقت عوزة يكون شيال.
واللي زمن للزمن اتشاف، واللي زمن للزمن في وقت عاوزة يكون شيان وتنفرج تاني الأحوال بعد الآهات المكتومة. اللهم اجعل في وشنا الجبون، اللهم وفقنا يا رب. درويش. ايوه يا حاج. ايوه لما اقول لك هروح المشوار اللي قلت لك عليه. الله، طب ما اني كنت روح تاني واتفاهم معاه بدل ما تشحططي نفسك. لا انت لا يا درويش. انا لا ليه بس؟ عشان انت عندك شهامه زياده. الله، ما انت اللي معلمها لي يا حاجه. ايوه بس ساعات ما بتبقاش لازمه. ازاي يعني؟ يعني لو انت رحت المشوار ده الراجل العجري ده ممكن يأثر عليك، لكن انا بقى ممكن احط رقبته تحت اسناني وافضل اعضعض فيها زي ما انا عايزه. ايوه فهمت يا حاجه، خصوصا انه محتاج لنا دلوقتي مرشح نفسه في البرلمان عن دايرتنا. ايوه ما انا عرفت كده، ما هي بلدنا هي اللي بتنشأ. ايوه امال ايه؟ ابقي سلمي لي عليه يا حاجه. الكلام ده بيني وبينك مفيش مخلوق يعرفه. مستحيل طبعا. واذا ابوك سأل علي قول له انني رحت سيد ابراهيم الدسوقي اجرى له الفاتحه وهو في نادر. بقول مش كان واجب برضه تقولي له يا حاجه؟ هيكسر مجاديفي يا درويش، انت تايه عن ابوك. حاجه ده انت مكسره عظمه، هو برضه اللي هيكسر مجاديفك. المهم ما يعرفش وخلاص. حاضر يا حاجه اللي تشوفيه. يلا يا طاهر. خلي بالك من امك يا ولد. قول لها ما تاخرناش، اصل بالها طويل خصوصا في المشاوير المهمه. خليك انت هنا. حاضر يام، ما تتاخريش علي، حجباني عارف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالحاجه فاطمه ثعلبه، ده احنا زرنا النبي النهارده. ازيك يا حاج وازاي ولادك؟ الحمد لله بخير. وازاي الحاج درويش؟ مستنيك بفارغ الصبر، محضر لك كل رجالة الناحية، بس انت تجدعن وتعالي وانت تشوف. الله يبشرك بالخير يا حاج. يعني اضمن بلدكم في جيبك يا حاج، ده كلام ابن درويش. على خيرة الله. خير يا حاج، تحت امرك واذنك، اموري. بقى الموضوع وما فيه، أنا لازمني 200 جنيه تاخدهم في موسم الجود، يعني يا تاخدهم جود يا تاخدهم نقديه. ياه، معقول يا حاج؟ ده انت عمرك ما عملتيه. خير. ايه ظروف،
اصل قدامي باب لازم ادخله عشان خاطر العيال، بس دخلته هتكلفني كتير واللي معايا ما يكفيش. استخرت الله، الهاتف قال لي عليكي بالقفاص، هو اللي يديكي ويشتري منك الجب ويخصم حقه. ايوه يا حاجه،